السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مرام كوك. اليوم جيتكم بأجنحة دجاج محمرين وحارين. تبعوا معايا الخطوات الأخير. عندنا في ريسيبيون درت مغرفة ثوم مرحية، ودرت نص كاس تاع زيت، ربع كاس ما بين الربع كاس والنص كاس تاع زيت. ودرت هنا التوابل، درت الملح، العكري، فلفل الكحل، درت الكيري وتوابل الدجاج. هنا مغرفة صغيرة موت عرض، وزدت مغرفة كبيرة تاع طوماطيش مصبرة، وزيدوا ديروا الهريسة. تحبوا ديروا هريسة هذه اللي درتها انا، ولا تحبوا تقطعوا الحار، المهم اي حاجة حارة تحبوها ديروها في هذا الخليط تاعكم. خلطوا كامل المكونات مليح هكا. ما ننساو العصرة تاع القارص، لازم في الدجاج المحمر لازم ديروا هذه العصرة تاع القارص، تزيد بزاف البنة وتعاون في الطياب تاعو. انا هنايا كنت جبت الجناحتين تاوعي، شوطتهم ونقيتهم وغسلتهم مليح. نتوما ديروا على حساب افراد العائله. ومن بعد نبداو نحطوا في هذوك الجناحتين في هذاك الخليط اللي درناه، نحطوهم كامل ونسيو ندخلوا مليح هاد لي زيبيس، ندخلوهم مليح في هاد الاجنحه. وسيو ثقبوا الاجنحه تاعكم هكا بالموس، ثقبوهم كامل باش تدخل فيهم هذيك الدرسه وهذوك لي زيبيس اللي درناهم. خلطوهم هكا مليح، ومن بعد غطوهم، ديروهم غطوهم مليح وخليهم يريحوا من 4 سوايع حتى 5 سوايع. تقدروا ديروهم الصباح وطيبوهم العشيه، ولا ديروهم في الليل وطيبوهم غدوه من ذاك هكا باه يتشربوا مليح هذيك التتبيله اللي درناها. انا هنايا جبت سنيوه فرشت فيها بابي كويسون، وحطيت هذوك الجناحتين تاعي ستفتهم كامل في هذه السنيوه كما راكم تشوفوا. وهذيك المارينات اللي درتها اللي بقات اني ندي حط فيها هكا فوق الدجاج. وبعد هذاك الريسيبيون ديروا فيه شويه ماء، شغل شلوه وعاودوا وزيدوا فرغوا هذاك الماء هذاك، فرغوه كامل فوق هذاك الدجاج. ومن بعد جيبوا بابي كويسون واحد اخر، شبخوه مليح بالماء وغطوهم، غطوهم مليح وديروهم داخل الفور يطيبوا كما راكم تشوفوا هكا. ديروهم يطيبوا على 180 درجه. الى الفور تاعكم يشعل من التحت ومن الفوق، شعلوهم في خطره من الفوق ومن التحت، ونقصوا له خلوهم يطيبوا. ياخذوا لكم واحد النص ساعه حتى 45 دقيقه حتى لساعه. واذا كان الفول تاعكم شعلوا من التحت، خلوه كي يتحمروا من التحت، زيدوا شعلوا لهم من الفوق. ومن بعد انا هذا الدجاج رافقته بالبطاطا. جبت البطاطا تاعي نقيتها، قطعتها كيما البطاطا المقليه بصح تكون خشينه بزاف على البطاطا، ودرتها تغلي مع شويه ملح لمده 10 دقائق هكا. كي تبدا تغلي احسبوا لها 10 دقائق ونحيوها، صفيوها من هذاك الماء. هنا نخدموا التتبيله تاع البطاطا. درت نص كاس زيت زيتون، ولا تحبوا زيت العاديه. درت تقريبا نفس التوابل اللي درتهم للدجاج، الكيري، درت توابل دجاج، في الكحل، العكري، درت هنا المعدنوس. تحبوا تقطعوا شويه بصل وديروا شويه ثوم. هاي البطاطا تاعنا بعد ما غليتها تخلطوها مليح مع هاد لي زيبيس اللي درتهم، وخلوها تتشربهم مليح واحد 5 دقائق 10 دقائق ماشي بزاف هكا. خلطوهم مليح باش البطاطا هذيك كامل تتشرب هذيك التتبيله اللي درناها. انا هنايا من بعد جبت سنيوه ثاني درت فيها بابي كويسون، ونفرش هذيك البطاطا كامل في هذيك السنيوه فوالا. وسيو البطاطا ما ديروش الحبه فوق خطها، كل حبه ديروها وحدها هكا باش كل حبه تاخذ حقها مطيب. وديروها تاني طيب في الفور كيما طيبتوا الدجاج. الا كانت عندكم كيما نقولوا، الا كانت عندكم كونتيتي صغيره تاع بطاطا ودجاج، تقدروا ديروهم في سنيوه واحده. ديروا الدجاج في جهه والبطاطا في جهه وديروهم يتحمروا كيف كيف. هنا تقدروا تدخلوها في الفور طيب على ثاني على 180 درجه، شعلوا لها من التحت ومن الفوق او ميم طون.
بلا ما تغطوها بالبابي كويسون. وإلا الفور تاعكم ما يشعلش كيف كيف، ديروا من تحت تحمر وزيدوا شعلوا لها من الفوق. انا هنايا هذا الدجاج والبطاطا رفقتهم بالصوص تاع الثوميه. درت هكا زوج دو بواط تاع فخوماج ريجيم ولا ياغورت ناتور، ودرت مغرفه كبيره تاع الفخوماج، فخوماج بلون، ودرت شويه معدنوس، ودرت سنه ثوم. هنا درت مغرفه تاع الفخوماج. ومن بعد تدوا البراد تاعكم، تخلطوا هذا الخليط كامل، تخلطوا حتى تحسوه ولا ليكيد. ومن بعد اذا شفتوه جاكم ثقيل، بداو تزيدوا في الحليب زوج مغارف كل خطره، اشاك فوا زيدوا مغرفه زوج ثلاثه حتى تلحقوا القوام لكم حابينه. ما تجي خفيفه بزاف، ما تكون ثقيله بزاف. خلطوا هكا وراكم تشوفوا فيها. ما تنساوش الملح، قرصه ملح وعصره تاع نص حبه قارص، ولا تحبوا الخل ديروا شويه خل، هي بالقارص تجي مليحه. هكا تخدموها في الدار، يعني خير من هاد لي صوص اللي يتباعوا برا، حاجه نقيه وما كاش هذوك المنكهات ولا هذوك المواد الحافظه. تقدروا تخدموها تشد لكم 4 ايام حتى 5 ايام في الفريجيدار. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. ها نتوما حبيتوها ثقيله ما تكثرولهاش الحليب. وانا هنا هاو الدجاج تاعي بعد ما طاب. انا هنا واش درت شويه كاتشاب، ودرت مغرفه تاع عسل صغيره، وزوج مغارف زيت، ودعوت دهنت هذاك الدجاج كي خرجته من الفور، عاودت دهنته ورجعته غير 5 دقائق هكا يزيد يتحمر. كما كنت تعرفوا الدجاج المحمر اللي يحب دائما نديروا فيه مغرفه تاع عسل، يجي يزيد في التحمار تاع الدجاج. انا هنا شوفوا الدجاج تاعي بعد ما طاب، والبطاطا تاعي بعد ما حمرتها. تقدروا تحمروها اكثر من هكا. وهاي النتيجه قدامكم. درت البطاطا تاعي المحمره معاها هذوك الجناحتين، قطعت معاها شويه بصل طوماطيش، وهي لاصوص تاع الثوميه. تجي وصفه هايله وخفيفه، حاولوا تجربوها وبحثوا لي التطبيقات تاعكم. وبصحتكم، وإن شاء الله في وصفة أخرى وفي فيديو آخر إن شاء الله. على خير.